برحب بحضراتكم من جديد. طيب هبدأ مع حضراتكم أول الأخبار، يمكن خبر يخص النادي الأهلي، يخص أيضا يعني كل واحد عايز يطمن على مستقبل النادي الأهلي في الحتة الهجومية قبل انطلاق كأس العالم للأندية. وبالتالي يعني بنسبة 99% الأهلي يضم والتر بواليا قبل انطلاق كأس العالم للأندية. اللي حصل إن الأهلي، يمكن اشرح لحضراتكم الوضع، بعض اللعيبه اللي كانت مرشحه للنادي الاهلي الفتره الاخيره. طبعا سيرينو بعد ما هيشارك مع نادي سان داونز في دوري ابطال افريقيا هيكون صعب جدا ان الاهلي يضمه في فتره الانتقالات الماضيه اللي انتهت من يومين او 3 ايام. كمان بنتكلم في احد الاسماء القويه اللي تم عرضها على النادي الاهلي واللي عقدها بينتهي في الصيف القادم، وبالتالي يحق ليه التوقيع في شهر يناير، هو عمر السومة. عمر السومة طبعا يمكن احد اللعيبه المخضرمه، ولكن عمر اعتقد ان الراتب الشخصي اللي هيطلبه هيكون يعني رقم كبير، وبالتالي هيكون صعب ضمه، وكمان صعب ان هو يخلص قبل كاس العالم للانديه اللي الاهلي ان شاء الله يشارك فيه. اما الخيار الثالث بنتكلم في لابا كوجو، هنحاول نتواصل مع احد الاشخاص اعضاء مجلس الاداره او المتحدث الرسمي لنادي العين عشان نعرف هل فعلا لابا كوجو هيتم تمديد عقده، هل الاهلي لو تقدم بعرض ممكن لابا كوجو والعين يعني يسمح للابا كوجو ان هو يرحل. الاسم الاخير زي ما قلت لحضراتكم يمكن والتر بواليا هو الحل الامثل، وخلاص كان في اتفاق الفتره الاخيره ما بين اداره الجونه واداره النادي الاهلي على ان الفتره دي هتكون فتره اختبار بالنسبه لولتر بواليا، وعلشان موسيماني يتابع اللاعب بشكل جيد في الدوري المصري. اول مباراه النهارده الجونه لعبها اتعادل 1-1 مع طلائع الجيش، وولتر بواليا هو صاحب الهدف، احرز هدف اعتقد ان هو هدف يعني مميز، هدف اتصرف فيه تصرف ممتاز. وزي ما حضراتكم عارفين عمله الهداف دلوقتي بقت عمله نادره، وبالتالي الاهلي خلاص اتفق مع الجونه على انه هيضعوا الرتوش الاخيره اللي ليها علاقه بالصفقه مع فتح باب الانتقالات الشتويه علشان يتم قيده مع النادي الاهلي، وبالتالي الاهلي كمان يقدر ان هو يأيده في قائمته في كاس العالم للانديه. طبعا الدور على مين من اللعيبه الاجانب اللي موجوده في النادي الاهلي يعني اعتقد واضحه وضوح الشمس. احنا بنتكلم على جيرالدو اللاعب الانجولي. طبعا يعني كابتن هشام بن صالح اكد لنا لحد دلوقتي ان ما حدش اتكلم معاه من اداره النادي الاهلي على رحيل جيرالدو، ولكن انا باكد لحضراتكم حتى لو ما حدش اتكلم معاه ان هي المبايته داخل النادي الاهلي هو رحيل جيرالدو عن النادي الاهلي الفتره القادمه، علشان يحق للنادي الاهلي ان هو يقيد اللاعب والتر بواليا، احد اللعيبه المهمه جدا واللعيبه اللي تصنع الفارق مع نادي الجونه. بالمناسبه وكيل والتر بواليا هو الكابتن نادر شوقي، يمكن اول واحد احضره من الخارج او من افريقيا الى الدوري المصري، يتالق مع الجونه، والجونه كمان مد تعاقده علشان يحمي نفسه تماما من اللاعب او من ان اللاعب ممكن يروح اي حته. وفي نفس الوقت طبعا يعني في الاول وفي الاخر الاتفاق ما بين الاهلي والجونه على المقابل المالي اللي هيدفع للجونه عشان يسمحوا ان والتر بواليا ينتقل الى النادي الاهلي. يمكن الكثير ممكن يأيد القرار، القليل ممكن يأيد التعاقد مع لابا كوجو او يتعاقد مع عمر السومة. بنتكلم في اسامي تقيله، ولكن الوضع الحالي اللي عند حضرتك المادي يسمح ليك، وكمان بتكلم على الفني ان انت محتاج حد يلعب معاك في بطوله افريقيا، محتاج حد يلعب معاك في البطوله اللي انت يعني غابت عنك 7 سنين، صعدت 2 نهائي ما حققتش بطوله لكن الثالثه ثابته وكلنا شفنا طبعا وتابعنا، وفي نفس الوقت عايز حد في الدوري المصري معاك يقدر يخلص. فانت محتاج لاعب عنده مواصفات، وكمان بلغه الكوره عايز يحقق انجازات، عايز يحقق بطولات، جعان كوره، عايز يلعب كوره، عايز يحقق بطولات، عايز يحقق مجد شخصي. لكن اللعيبه اللي بنتكلم عليها طبعا لعيبه كبيره، ولكن عايزين لعيبه بشكل عام في الدوري المصري تكون اضافه للانديه الاهلي او حتى الزمالك. لو بصينا على الزمالك هنلاقي حتى اللعيبه الاجانب اللي موجوده يمكن لعيبه ما حققتش نجاحات في الفتره الاخيره في الاحتراف، رجعت من خلال بوابه نادي الزمالك علشان تحقق مجد، وقدروا ان هم يحققوا مجد، وقدروا ان هم يحققوا بطولات، وقدروا ان هم يكونوا هيروز او ابطال بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. يمكن الزمالك حقق السوبر المصري والسوبر الافريقي وصعد الى نهائي دوري ابطال افريقيا، وكمان اخذ الكونفدراليه. كان عنده طبعا فرجاني ساسي من اللعيبه المهمه اللي كانت موجوده في البطوله بشكل عام.